اكلات اخر الشهر بقى الجميله الموفره معانا اقتصاديه جدا، بربع كيلو بس من السجق هتقومي تعملي اكله هتكفي حوالي 6 او 7 افراد. تعالى اقولك ازاي عملنا ورقه السجق القمر ديت بسرعه الصاروخ، كلها في حاجه واحده بس ومش هتكلفك مواعين نهائي. يلا بينا نبدا ونسمي الله. اول حاجه معايا معلقه كبيره من السمنه، معاها 3 معالق من الزيت. استني عليهم لحد ما يسخنوا وانزلي بكميه السجق المتوفره عندك. تقدري كمان تستبدلي السجق بشرايح لحمه او حتى من غير اي لحوم خالص، تقدري اللي انت تعمليها زي ما هقولك دلوقتي. كمان عايزه اقولك تقدري كمان تحطي بدل السجق قطعتين بس من البانيه، قطعتين صغيرين ما كملناش 200 جرام، اقل من ربع كيلو، وهتطلع معاكي قمر. هنا بقى كان السجق خلاص بدأ اللي هو يتشوح معايا، كمية الدهون اللي نزلت منه كتيرة جدا، فهضطر ان انا اتخلص منها. هسيب حاجة بسيطة بس في المقلاية بتاعتي. معايا كده حوالي كيلو الا ربع من البطاطس او كيلو من البطاطس، غسلاه ومقطعاه مكعبات بالشكل دوت كده، وسبته يتصفى في المصفى. هنزل بالبطاطس على في الطاسة اللي انا عملت فيها السجق، وهشوحه كده تشويحة. بصلايه حلوه كده حجمها كبير شويه مقطعاها بالشكل دوت كده. هبدا احمر البصلايه اول ما تبدا اللي هي تدبل معايا. هحط عليها بقى حوالي كده معلقه من الثوم المهروس، يعني بمعدل كده 6 فصوص من الثوم. طبعا في الوقت دوت عايزه اقولك هتشمي ريحه جباره، ريحه الثوم رهيبه. لازم تجربي الوصفه دي بكل الخطوات اللي هقولك عليها. مش شرط خالص تحطي سجق او تحطي اي لحوم، ممكن تعمليها من غير اي حاجه خالص. ورقة بطاطس طعمها حكاية. هنا نزلت بقرن فلفل واديته تشويحة كده مع بقية الخضار، ونزلت كمان بحبايتين من الطماطم حجمهم متوسط. في الوقت دوت هحضر معايا معلقتين من صلصة الطماطم المعلبة، عليهم نص كوباية من المية. هدوبهم مع بعض كويس جدا وانزل بيهم على الخضار. طبعا تقدري تحطي اي نوع خضار انت حباه، ممكن كوسة، ممكن جزر، اللي انت عايزاه، ممكن كمان بسلة لو متوفرة عندك في الفريزر. كوبايه من الميه، وهسيب الكلام ده كله ياخد غلوه على النار. بس قبل ما اسيبه تعالي نتبله مع بعض. حطيت ملح، فلفل اسود، شويه من بهارات اللحمه. تقدري تحطي مرقه دجاج لو انت حابه، بس انا مش حابه. طبعا لو عندك كيس شوربه في الفريزر تقدري برضو تطلعيه، بدل ما تحطي ميه تحطي شوربه. كده اخدت غلوه معايا. هنزل بقى بالسجق اللي احنا شوحناه في الاول. يلا بقى اعملي الاكله دي لاني خطيره بجد، طعمها حلو قوي، لازم تجربيها. هغطيها بقى قبل ما احضر معايا الصينيه اللي هتدخل الفرن. هنا بقى انا قلتلك اللي احنا هنعمل ورقه السجق، فاحنا هنعملها ازاي. هنجيب بقى ورق فويل، وكمان معايا ورقه زبده. هحط الورق الفويل عكس بعض بالشكل دوت كده، واحط عليها ورقه الزبده، وانزل بقى بكل الخضار اللي احنا عملناه على النار. طبعا عايزه اقولك هو لسه مستواش، بس هيستوي في الفرن وهيدوب وهيبقى طعمه حكايه. كده خلاص هحاول ان انا اساوي كله مع بعضه. هغطيها بقى بورقة الزبدة، وهقفل عليها بقى بالورق الفويل كويس جدا. انا عايزة البخار كله اللي يطلع يسوي البطاطس ويسوي السجق معايا. هدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 او 190. يكون الفرن شغال قبلها بشوية عشان ما تبردش معايا في الفرن بسرعة، هي تدخل على فرن سخن. وهسيبها تقريبا كده مش هتكمل 20 دقيقة، وبصي عليها بعد الدقيقة ال15. عايزة اقولك بقى تاكلي وتدوقي ويعني حاجة كده روعة، لازم تجربيها بجد حكاية. ورقة السجق بالخضار طعمها حلو قوي. بصي البطاطس دايبة ازاي، يعني انا مش عارفة امسكها لك. بطاطس دايبة دوب، جنبيها بقى شوية رز بالشعرية. عايزة تعملي بقى عيش جنبيها كده يعني وتغمزيها براحتك خالص، اللي انت عايزاه اعمليه. سجق دايب، البطاطس دايبه دوب، شويه رز بالشعريه بقى، كل واحد ياخد له معلقتين 3 من الخضار اللي في قلبيه سجق. وممكن ما تحطيش سجق خالص وتعمليها من غير اي حاجه خالص، ليكي حريه الاختيار. هستناكي تجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه. ولو ما فيش ورق فويل ولا ورق زبده، تقدري تحطيها في طاجن كده وتدخليها الفرن على طول، بس ما تشغليش عليها الشوايه خالص غير لما تستوي.